لغز الميزان في رمضان. صوم 15 ساعة ومع ذلك وزنك بيزيد وهدفك انك انت تخس 5 كيلو. خليني اقول لك السلام عليكم مع فيديو جديد من سلسلة فيديوهات رمضان. لغز الميزان في رمضان. بتصوم 15 ساعة ومع ذلك وزنك بيزيد. كنت داخل رمضان وهدفك انك انت تخس 5 كيلو واتفاجئت بعد اول اسبوع ان الميزان ثابت وبالعكس بيزيد. ازاي جسمك بيخزن دهون وانت صايم طول النهار؟ الحقيقة ان المشكلة مش في الصيام، المشكلة في ال8 ساعات اللي احنا بنفطر فيهم. خليني أقول لك جسمك بيعمل إيه من وراك. أكبر غلطة طبية بنعملها هو كسر الصيام على عصير قمر الدين أو تمر باللبن بكميات كبيرة. علميا جسمك بيكون في حالة حرق دهون مثالية طول نهار رمضان. أول ما بتدخل سكريات سريعة على معدة فاضية بيحصل انفجار في هرمون الأنسولين. الأنسولين هو هرمون تغذية، وأول ما بيعلى يقفل مفتاح ويبدأ يحول كل أكل الفطار لدهون مخزنة. إحنا بنقع في فخ التعويض عشان صايمين فترة طويلة، نحس إن إحنا محتاجين ناكل بشراهة. المشكلة إن السعرات اللي بتكون في قطعة قطايف وحتة سمبوسة وبسبوسة إيه ده؟ بسبوسة؟ ممكن تعادل ممكن تعادل سعرات وجبة كاملة صحية. جسمك ما بيفهمش إنك أنت كنت صايم، هو بيفهم بس إن داخله طاقة أكبر بكتير من احتياجاته في وقت قصير جدا. كارثة السهر وقلة النوم. رمضان يعني السهر، والسهر هو ارتفاع هرمون الكورتيزون. طبيا الكورتيزون العالي بيخلي جسمك يتمسك بالدهون، خاصة في الدهون الحشوية ببطيئة البطن، وبيقلل من جودة عملية التمثيل الغذائي اللي المفروض تحصل وانت نايم. عشان تخرج من رمضان خاسس فعلا، طبق القاعدة دي، ابعد عن الحاجات دي. واحد، كسر الصيام المتدرج. ابدأ بمية وتمرة واحدة وبعدين ابدأ بالشوربة والسلطة، كده بتنبه الأنسولين بهدوء. اتنين، قاعدة البروتين أولا. ابدأ باللحوم أو الفراخ أو البقوليات لأنها بتشبعك وبتحافظ على عضلاتك. ثلاثة، أفضل وقت لحرق الدهون المخزنة هو الساعة اللي قبل الفطار، والمشي البسيط بعد الفطار بساعتين. رمضان فرصة ذهبية لديتوكس طبيعي لجسمك. ما تضيعش الفرصة دي بالحلويات المفرطة. في التعليقات أكتر حاجة بتضعف قدامها في سفرة رمضان، وهقول لك بديلها الصحي. ما تنسوش تعملوا اشتراك وشير. رمضان كريم ودمتم سالمين.